ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بصوا، انا هنا كان عندي لبن وبقاله كده 3 ايام في التلاجة. واحنا مش بنشرب لبن كتير، مش بنحبه يعني قوي. فبصوا بدأ معايا يقطع. فهعمله بقى ايه بقى؟ مش هعمل بيه معجنات ولا حاجة، لا انا هعمله اللي هو المش الابيض. عارفين المش الابيض ده؟ هعمله هو. طريقة سهلة وبسيطة خالص خالص خالص. بصوا، هو لسه ما قطعش جامد. فانا هحط له حاجه كده عشان تخليه يقلب معايا برضو مش بسرعه يعني. تمام. بصوا بقى، هنا حطيت له ملح. طبعا الملح زي ما قلنا على قد حسب الرغبه. بتحطي ملح وتدوقي انت عايزاه عادم ولا عايزاه مالح. انا هنا مش عايزاه مش قديم، فمش هحط ملح كتير. عايزاه مش اللي هو يدوب متملح يبقى حلو يعني. برضو ما تقللوش الملح قوي علشان خاطر ما يبصش معاكم. ولو عايزينه قليل قوي يعني يا دوب متملح خفيف خالص، يبقى هنحطه في التلاجة زي ما انا هعمل. انا حطيت شويه ملح كده نص معلقه، وبعد كده حسيته عادم على اللتر ده لتر لبن. وهروح حطيت نص تاني. تمام، يعني حطيت يعتبر كده معلقه ملح. طيب هنقلب المعلقه دي كويس جدا جدا جدا. طيب وهو اللبن لسه ما قطعش معايا كويس، او مش مروب معايا كويس، فهعمل حاجه عشان تديله الطعم وتخليه يجبن معايا بسرعه برضو ويبقى حلو. هحط له كوبايه زبادي كده صغيره. مش حابه ان انتي تحطيها، وحابه ان انتي تحطيه بره ويقطع معاكي براحته بقى ويبقى يروب ويبقى مش، وتحطي بقى فيه قوالب الجبنه او حاجه زي كده، او تحطيه بره التلاجة. ممكن تستغني خالص عن كوبايه الزبادي. بس انا عشان هحطه في التلاجة و هحتفظ بيه في التلاجة يعني، مش عايزه احتفظ بيه بره، الدنيا حر بصراحه، خايفه عليه. انا اول مره اعمله. بس هو طريقته سهله جدا وبسيطه خالص. فهعمله دلوقتي معاكم. فهحط له بقى كوبايه الزبادي دي وهحطه في التلاجة، لان انا هعمله يعني مش هستخدمه دلوقتي، هستنى عليه مثلا 3 4 ايام كده او اسبوع. طبعا هو لو مروب معاكي كويس و طعمه خلاص اللي هو رايب، عادي حطي له ملح وحطي له الكمون والفلفل او الشطه، وعادي يعني تاني يوم هتلاقيه اتملح كويس، وهو تاني يوم عادي ممكن تاكلي منه. هنا قطعت. بصوا هحط كام قرن كده سليم وعشان يديله الطعم، وقطعت كمان صغير صغير كده كام قرن كده. الشطه دي اصلا بارده اللي قطعتها، وبرضو السليمه برضو بارده شويه. طبعا على حسب برضو ايه انت بتحبي الحاجه حاميه ولا بارده. فانا حطيت بارد بصراحه عشان بس اخد بس الطعم. وانا هحط له شطه حمراء يعني عشان يبقى حامي شويه كده. هحط له شطه حمراء لان انا ما عنديش شطه خضراء تكون حرقه شويه. كل شطه اللي عندي برد. فحطينا ملح وكمون وكوبايه الزبادي اهو. تقدري زي ما بقولك لو اللبن عندك مروب كويس يبقى هتستغني عن كوبايه الزبادي، لو مش مروب كويس يبقى هتحطي كوبايه الزبادي عشان يروب معاكي او يجبن معاكي يبقى حلو. وهنزل بالفلفل كده، ده طبعا عشان يدي الطعم. ممكن تستغني عنه الفلفل المقطع ده وتحطي كام قرن كده سليم. ده بيدي بس طعم حلو وبيخليه حلو يعني. بيدي كده لخلطة المشي كده طعم حلو. بس وشوية كده كده من فوق هقلب كده كويس جدا. الفلفل ينزل بس لتحت، وهحط له شوية من الزيت كده من فوق. طبعا هو بقشطته بكل حاجة، فمش محتاج يعني ان هو احط له زيت عشان يبقى دهني ولا حاجة. انا بس هحط له شوية زيت كده كمادة حافظة. وبرده الشطة دي برده هخليها كده على الوش، يعني هقلبها كده تقليبة خفيفة هي وشوية الزيت. وهحطه في التلاجة. بما اني هحطه في التلاجة فمش هيحصل له اي حاجة، لان البرطمانة عليه كبيرة، فمش هينفع اغطي كل يعني كلها كمية زيت. مش هينفع يعني، هيبقى فيه زيت كتير. فهو مش محتاج اساسا زيت ولا حاجة. بس انا حطيت كده كمادة حافظة كده من فوق، واقلب كده تقليبة خفيفة وخلاص على كده. وهنقفل البرطمان. هحطها بقى في التلاجة وهستنى عليها بقى انا لحد ما تجبن، لان ده لبن
وزي ما بقول لكم لسه ما روبش قوي يعني، بس هو بدأ يروب، فانا عملته على طول ايه، عملته المش الابيض. تمام. تحتفظي بيه بقى زي ما انت عايزه في التلاجة، وممكن بعد 3 ايام تاكلي منه، هتاكلي منه احلى مش. تمام. اي بقى جبن عندك، اي بواقي مش عندك، تقدري تحطيها فيها. مش حابه عادي ممكن تغليه كويس جدا لحد ما يروب كويس ويقصر معاكي شويه، يبخر الميه ويفضل معاكي السرسوب اللي هو قطع الجبن دي، وتعمليه بنفس الطريقه. تمام. اتمنى يا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.